مساء الخير عليكم. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة شوية مقبلات جميلة جدا من بتاعة المطاعم الكبيرة اللي تقريبا كده بنحبها أكتر من الأكل نفسه. هنعمل سلطة البنجر وهنعمل كمان التومية على طريقة أكبر الشيفات، أنا جايبة لكم السر من داخل المطعم. وهنعمل كمان الكول سلو بطريقة سهلة وبسيطة جدا. مكوناتها بسيطة وهتطلع معاكم ناجحة جدا وطعمها ما يفرقش خالص على اللي بناكلها بره. الشكل، الطريقة، التقديم، الطعم، كل ده هيفرق. هتشوفوا كل التفاصيل واحنا شغالين. هنسمي الله وندخل في وصفتنا على طول كالعادة. معايا كرنب سلطة لونه موف. هو يفضل في الكول سلو ان الكرنباية تبقى بيضة. طب لو مش متواجد اساسا لا ابيض ولا موف، ممكن نستبدلها عادي خالص بكرنب المحشي، بس نحاول نلاقيها حجمها صغير شوية. ولو حجمها كبير عادي بتاخدي الجزء اللي هتستخدميه وبتغلفي الباقي وتحطيه في التلاجة، بتقعد معاكي فترات طويلة عادي خالص. بالنسبة لتقطيع الكولسلو، انتي لو عندك كبة بتسهل عليكي الدنيا، بس انا مش من هواة الكبة قوي لان هي بتفرمه شوية ناعم زيادة عن اللزوم. انا بحب اشوف شكل الكولسلو كده زي ما انا باكله بره بالظبط، فبستخدم ايدي عادي مع قطاعة والسكينة، بقطعه شرايح رفيعة. والشرايح الرفيعة دي بقطعها صغير قد ما اقدر فبتطلع معايا مظبوطة. وبعد كده بضيف لها شرايح من الجزر المبشور. وبعد كده بديها زبادي وكمان مايونيز. طبعا ده حسب الكمية بتضيفي، يعني ممكن تضيفي من نص علبة لعلبة حسب الكمية بتاعتك انتي بتقدري ده. وبعد كده بضيفي السكر برضو حسب الكمية بتاعتك. طبعا المايونيز ما بنضافلوش ملح نهائي عشان يطلع معاكي مظبوط وزي طعم بره بالظبط. وبعد كده بتضيفي شوية صغيرين من اللبن الحليب عشان يفك القوام ده شوية كده، ويبتدي المكونات دي تمتص الحاجات اللي احنا ضفناها بسهولة. خلاص بقت جاهزة، بسيبها بقى في التلاجة تمتص التتبيلة دي كويس جدا على التقديم على طول. تعالوا بقى لسلطة البنجر. انا عندي بنجر، انا هعمله بطريقة مختلفة شوية، يعني المعظم بيسلقوا وبعدين بيقشروا. لا انا هقشر وبعد كده اقطع مكعبات او شرايح زي ما انا حابة، عايزة ابشره كمان اللي انتوا عايزينه حسب التقطيع اللي بتحبوه. انا حبيت ان انا اقطعها مكعبات واعملها سلطة حادقة، يعني تبقى حرشة كده شوية عشان التغيير، بما ان انا عاملة كول سلو مسكر. فحبيت ان انا اكسر الريتم ده كده واغير، يعني انوع. في العادي انت ممكن تعمليها حادقة تعمليها حلوة حسب ما انت حابة، وهقولك على الطريقتين واحنا شغالين. بعد ما قطعتها حطيتها في طاسة ورفعتها على نار، وضفت لها معلقة كبيرة من السكر. وما تقلقيش خالص هتطلع معاكي سلطة حادقة عادية خالص، بس المعلقة دي بتفرق جدا في التست. وبعد كده بضيف لها كوباية من المية وبعلي النار عليها عشان تغلي كويس جدا مع بعض وكل المكونات دي تندمج. أول ما بتغلي بهدي النار شوية وبسيبها تستوي على نار هادية. المهم ان هي تشرب المية اللي انا ضفتها لها دي ويتبقى منها صوص خفيف كده عشان تطلع جوسي كده وطرية وما تكونش ناشفة. وكمان الصوص ده بيفرق جدا بصراحة في التيست وبيديها كمان لمعة جميلة في الآخر. تعالوا بقى نشوف المكونات اللي هنضيفها لها بعد كده. معلقة توم، عليها عصرة ليمونة كبيرة. وبعد كده هنديها معلقتين كبار من الخل، وهنضيف لها شوية صغيرين من الملح وشوية من السكر، بس الملح بيبقى أكتر من السكر. وبعد كده بضيف لها المكونات اللي انتوا شايفينها دي كده. ممكن تستبدلوا كمان السكر بمعلقة عسل نحل بيديها تست حلوة قوي. وبعد كده بديها شوية من الزيت وخلاص على كده. طبعا يفضل ان لو كان زيت زيتون هيبقى افضل بكتير، ما كانش ممكن اي نوع زيت بيور، زيت عباد او ذرة، تمام جدا. تعالوا بقى للتومية. كوباية كبيرة من المية أو اللبن، أو ممكن تعملوا ميكس عادي، عليهم معلقتين كبار من النشا. وبضيف لهم فصين توم شرايح، بحب أسويهم قوي عشان طعم التوم ما يكونش جاذع. وبقلبهم أول ما يتحول القوام المهلبية ده ببتدي أضيفه في الخلاط بس بعد ما يبرد. وبضيف له عصرة ليمونة كبيرة، وكمان معلقتين كبار من الخل، نص معلقة صغيرة من الملح. وبعد كده بغطيها عادي خالص، بس الغطا الصغير اللي في النص ده انا بتحكم فيه بعد ما يتضرب في الخلاط مش اقل من دقيقة. لما المكونات كلها تبتدي تمتزج كده مع بعض ببتدي الف الغطا الصغير ده واخرجه خالص عشان استفاد من الدايرة دي، ان انا انزل الزيت بالتدريج. لازم الزيت ينزل بالتدريج سرسوب زي ما انتوا شايفينه كده، لانه ما ينفعش ينضاف مرة واحدة. طبعا انا بنزل الزوادي اللي هي بتبقى في الاطراف او في الجناب
عشان القوام كله يطلع soft زي ما انتم شايفين كده. طبعًا أنتم ما تعملوش الحركة دي خالص، لإن أنتِ ممكن تخبطوا المعلقة أو الspatula في الخلاط نفسه، بس أنا متحكمة فيها عشان أنا عارفة مقدار الارتفاع قد إيه، وباستمر في الخفق كده مش أقل من 5 دقايق مع إضافة الزيت بالتدريج. أنا ضِفت نُص كوباية من الزيت لحد ما القوام بقى كريمي وتقيل زي ما أنتم شايفين. ما فيش أجمل من كده، بجد كانت غير عادية، طعمها حلو أوي، مِزّة كده وقوامها كريمي وكثيف، أجمل من الجاهزة كمان. بجد لازم تجربوها هتدعوا لي. وادي الكول سلو عملناه بطريقة بسيطة جدا، وقلنا كل الأسرار اللي هتطلعهولك زي طعم بره بالظبط. سلطة البنجر بجد كانت غير عادية، حلوة قوي. يا رب المقبلات بتاعت النهاردة تكون عجبتكم، يا رب أكون أفدتكم. يا ريت تقولوا لي رأيكم في الكومنتس وتجربوا الوصفات اللي أنا عملتها لكم. كانت معاكم سوا العريشي، ولا اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.